الأطراف المتصارعة. وهذا الكلام الذي أطرحه الآن ليس طرحا جديدا كي يقال ما عدا مما بدأ، فلماذا تطرحون الكلام الآن ولم تقولوه من قبل؟ لا، الكلام قلناه قبل 10 سنين، هالكلام بالضبط قلناه، ولو كانوا التزموا بها ذلك الوقت لجنبنا أنفسنا وشعبنا الخسائر الفادحة في البشر وفي الطبيعة أيضا. يعني خسائر سوريا على الأقل لعل وهذه الفترة تقدر ب100 مليار دولار. الأطراف المتصارعة هل تسر بذلك؟ كل الأطراف المتصارعة تدعي الإسلام وتقول نحن مسلمون. هل يسركم أن يتحطم هذا البلد بهذه الطريقة؟ فنقول الحل بسيط، الحل ما ذكرته الآية الشريفة، هذا حل عقلي من المستقلات العقلية، وحل قرآني. أنتم مسلمين، الأطراف المتصارعة الآن مسلمون، يعني مسلمون يقتل مسلما. الآية الشريفة تقول وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أليست هذه الصراعات سبيل المفسدين؟ ألم يقل تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ سوريا كانت جنة في الأرض، الاستقرار في سوريا كان مذهل. الآن شوفوا الوضع شنو، بلاد ما قبل التاريخ أضحت، لأن ما عملوا بهذه الآية الشريفة. فكلمتنا بسيطة سهلة واضحة عقلائية. الآية الشريفة طبعا تقول من قبل إذا أردت حل أبسط يعني أبكر فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، كل الأطراف يكون لهم حكم يجلسون يتفاوضون. قد أكون أنا أقول كلمة وتقول أنت كلمة ويقول الآخر كلمة، فهي من الدبلوماسية الناعمة. هناك عقلاء إن شاء الله في العالم، في سوريا، في البلاد المحيطة، وإن شاء الله تتلقى هذه الكلمات وكلمات أخرى مشابهة وتحتكم إلى العقل، فإن الظلم مرتعه وخيمه.